بكم في حلقة جديدة من سيف مايند بودكاست، المكان اللي بنتكلم فيه عن مواضيع تخص الصحة النفسية. موضوع النهاردة مؤثر جدا وهو عن الجاز لايتنج. ده نوع من أنواع التلاعب النفسي اللي ممكن شخص يستخدمه. خلوني أقول لكم هو الترم ده ظهر إمتى. كان في بلاي اسمها جاز لايتنج بتتكلم عن العلاقات المؤذية، واستخدموا لمبة الجاز as a metaphor لازاي الزوج اتلاعب نفسيا على مراته باستخدام الجاز لايت. خلونا نعرف من ضيفتي هبة علي أكتر هو إيه الجاز لايتنج وإيه العلامات بتاعته، وتشرح لنا باستفاضة عن أقفش نفسي إمتى إن ده بيحصل. هبة ازيك يا ميسر، عاملة ايه؟ الحمد لله. قوليلي بقى إيه موضوع الجاز لايتنج؟ بصي، الجاز لايتنج هو نوع من انواع التلاعب النفسي لما يبدأ يحاول يشكك في إدراكك للواقع بتاعك، يعني يخليكي تشكي في نفسك ان انت غلطانة وانت تكوني صح. بمعنى أصح، مثلا ندي أمثلة زي تيجي مثلا واحدة تقول لجوزها أنا خارجة، تيجي تخرج يقول لها ايه ده انت ما قلتليش، تقول له لا أنا قلت لك، وهو بيكون بيتكلم بثقة وهدوء. يبدأ مثلا يزعق، يتعدى حدوده، يشتم، فتيجي تعاتبه تقول له انت كلمتني مثلا بأسلوب مش كويس، يقول لها أنا انت مجنونة، ويتكلم بكل ثقة وهدوء ان هو ما عملش الحاجة دي. فبيشككها في الحقائق، يشككها في أفكارها، يقول لها يعني يشككها حتى لو هي شافت حاجة حقيقة قدام عينيها، يقول لها لا ده ما حصلش. تسمع حاجة يقول لها انت ما سمعتيش. فيبدأ هي تشك وتبدأ تبقى مش متأكدة الموضوع ده حصل ولا لا. يعني في علامات معينة إن يعني ممكن تدينا كده زي كذا بوينت ايه اللي قفشه او ايه العلامات بتاعة الجاز لايتنج؟ اول ما تحسي جوه العلاقه ان انتي شاكه في نفسك، شاكه في افكارك، شاكه في مشاعرك، شاكه في الذاكره بتاعتك، تبقي مش متاكده ده حصل ولا لا، ده مش طبيعي. مش طبيعي ان انتي تبقي دايما مش متاكده من الاحداث، او تحسي ايه ده، هو انا ممكن اكون بتخيل ان حاجه حصلت، ده يبقى هنا في حاجه غلط. طب هو اصلا الشخص اللي يعني الست اللي بتتعرض لجاز لايتنج بتبقى مصدقة ليه، او ايه اللي بيحصل بيخليها ان هي لا فعلا انا ممكن اكون ما عملتش ده او عملت ده، او تبتدي تشك في نفسها؟ بصي، هي بتبقى حاجه من الاتنين. يا إلا بسبب إن هو طبعا الشخص اللي بيتلاعب بيكي ده بيجي في الأول بيدخل عليكي بحب فظيع واتنشن وافكشن في الأول، فهي من كتر الحب بقى والإحساس ده ساعتها هي بتثق فيه وبتصدقه. فلما بيبدأ يعمل أي نوع من أنواع التلاعب هي بتصدق. بلس حاجة تانية، إن مع التكرار كل ما هي حاجة بسيطة، انت تحسيها حاجة بسيطة، ان انا مثلا اقولك لا انا ما قلتش كده، بس لما تكون بتتكرر كتير في نواحي كتير تبدأ ان هي تتأثر فعلا. تالت حاجة، ان تكون اصلا البنت دي بقى وهي صغيرة كانت في بيت في تلاعب نرجسي، في اساءات، في نقد، في تشكيك، فهي طالعة شايفة ان ده طبيعي انه يحصل. هي اصلا طالعة مش شايفة نفسها او ما عندهاش ثقة بنفسها، فبيبقى سهل ان اي حد تاني ممكن يتلاعب بيها. طب هو الشخص المؤذي او اللي بيعمل الألعاب النفسية اللي منها الجاز لايتنج بيبقى عارف وواعي ان هو مؤذي او مدرك ان هو بيعمل كده عن عمد يعني ولا؟ بصي، ده سؤال حلو وبيبقى بيضايق شوية. بصي، هو في حاجتين. مش كل الأشخاص اللي بيستخدموا أساليب التلاعب النفسي هم نرجسيين. في شخص ممكن يستخدم حاجة زي دي عشان هو مثلا هو صغير في التربية كانت بتتعامل معاه، فهو شايف ان ده شكل العلاقات، او شايف ده شكل من الذكاء انه بيعرف يعني يعدي من الموقف بالطريقة دي. بس ده لما بيكبر ويدخل علاقة مثلا ويتقال له ان انت بتعمل كذا وده بيضايقني، ساعتها الشخص ده ممكن يشتغل على نفسه يتغير. لكن الشخص بقى اللي عنده سمات او عنده فعلا شخصية نرجسية، لا، بيبقى عارف ان هو متلاعب وبيبقى مؤذي، وبيبقى ده احساس بيبسطه، بيحسسه بالقوة، فبيبقى ساعتها عن عمد. فالديبانز بقى هو اني فيهم، ما نقدرش نحدد. اوكي. خليني أسألك سؤال، هو انت ليه اخترتي التوبيك بتاع الجاز لايتنج؟ لما يحصل معاكي جاز لايتنج وانتي واثقه في نفسك وواثقه في افكارك ومشاعرك، وحصل معاكي مره مش هيأثر فيكي. هي الفكره الدمج او التأثير الوحش بيجي على البني ادم امتى؟ لما يكون ده حاجه متكرره وتوصلي لمرحله ان انتي بقيتي شاكه في
في الذاكره بتاعتك، شاكه في الواقع بتاعك، ده بيفصلك عن الواقع بتاعك. هنا بقى بيبقى الدمج بتاعه كبير، على قد ما هو ممكن يبان ان هي حاجه بسيطه. هبة، قوليلي ليه الشخص المؤذي بيستخدم الألاعيب النفسية دي؟ يعني ليه أصلا حد يلجأ لألاعيب نفسية وإنه يبوظ الصحة النفسية بتاعت شخص تاني؟ بصي، الشخص المؤذي او النرجسي دايما بيقولوا عنه ان هو عنده خواء من جوه، هو اصلا عنده احساس دايما بيقولوا بالخزي والعار. فهو بيرسم لنفسه صورة زي قشرة كده من بره، وبيحاول يحافظ عليها على قد ما يقدر. فهو عشان يفضل يحافظ على الصورة دي هو عايز يحس بالقوة، فهو دايما بيبقى عايز يسيطر ويتحكم. فهو بيعمل كل الأساليب دي عشان يجين الباور والكنترول فوق البارتنر بتاعه. بس ازاي بيتم عملية التدمير دي؟ يعني ازاي شخص يدمر حد؟ لو ممكن تاخدينا لبروسس او ستيبس، يعني ازاي بيبتدي وبعدين بيوصل للجول بتاعه امتى؟ هقولك، هنبدأ الأول نتكلم عن السايكل اللي هي الأبيوس سايكل اللي هم بيمروا بيها. أول حاجة بيبدأ يعمل لها idealization، اللي هو أول ما يقابل واحدة انتي أحلى حاجة في الدنيا، يبقى هي كل حاجة في حياته، يديها attention كبير، يتكلم معاها وقت طويل، أحلى خروجات، أحلى هدايا. عارفة فترة بيقولك في الأول يعني إيه، بيقولوا عليها إغراق رومانسي كده. فهي في الفترة دي بتثق فيه، وهي طبعا ما بتبقاش أصلا شافت ده قبل كده، فبتحس بأمان وتبدأ بقى إيه، تعتمد عليه. يجي بدون أي مقدمات يبدأ مرة واحدة يعمل حاجة اسمها devaluation إن هو يبدأ يقلل منها. كل حاجة كان شايفها حلوة فيها يبدأ يقول لها إيه، لا ده مش عارفة إيه، لا أنت هنا بتفكري غلط، تصرفتي غلط. بعد ما كان عاجبه كل حاجة كانت عاجباه مرة واحدة هي بقى بتتصدم، تلاقي إيه، يبعد، ينفصل عنها. يبدأ بقى يستخدم إيه، كل أساليب التلاعب النفسي دي في إن هو يبدأ يكسر فيها ويقلل منها. هي بتتلخبط لان هي بتبقى شايفه في الاول مرحله حلوه قوي، وطبعا بتبقى مصدقت لقيتها، ما لقيتهاش اصلا طول حياتها. وبعدين اول ما يبدا يكسر فيها، فبقى المشكله هنا ايه، هو بيعمل حاجه اسمها في الاول تشابك عاطفي. يعني ايه تشابك عاطفي؟ ان هو بيلغي كل الحدود النفسيه والعاطفيه معاها، فهي بتعتمد عليه جدا. فلما يجي فجاه يعمل بقى حته الديسكونكشن ده، ان هو يعمل بقى ايه، انفصال عاطفي، هي بتتلخبط وتبقى مش فاهمه، وتبقى شافت حاجه حلوه وتبقى نفسها ترجع لها، فبتبدا تحمل نفسها المسؤوليه وتبدا هي تحاول تحل. طبعا بقى ساعتها بتتبنى افكار بقى، يعني انماط تفكير سلبيه، وكل ما تحاول تحل المشكله تحمل نفسها المسؤولية أكتر، عشان هي مش قادرة تواجه البعد أو الانفصال، هي مش قادرة، مش بتبقى عارفة تشوفه ساعتها. تالت حاجة بقى بنيجي بقى لتالت مرحلة، إن هو بيبدأ إيه اسمها إيه، discard، إن هو يسيبها ويطلع من العلاقة. طبعا في ناس بيسيبوا وخلاص بيروحوا بقى مثلا لواحدة تانية، وفي ناس تانية مثلا حتى لو في علاقة جواز عادي جدا هو discard ويسيبها حبة، سواء بقى بخناق، بصمت عقابي، زي بحاجات تانية بيقولوا عليها تكنيكس تانية. يرجع تاني أول ما يحس إن هي وصلت، إن هي خلاص يعني خلاص عايزة تطلع من العلاقة، ممكن يبدأ يبقى كويس معاها تاني شوية، اللي هي بيسميها هوفرينج، وترجع نفس السايكل دي تاني. هي بقى كل ما بيحصل تشابك وانفصال وتفضل في الدايرة دي مع الأفكار الغلط بتاعتها، تبقى هي بتغذي أكتر الدايناميك بتاعت الأبيوس سايكل دي، فتفضل فيها. بس في الآخر بقى الدامج بيحصل فين؟ إن هي بيحصل تدمير للاستقلالية الذاتية بتاعتها، هي كبني آدمة خلاص ما بتبقاش موجودة. فهو بقى الدمج بيحصل هنا، ان هي تفضل تغذي السايكل بتاعت الابيوز دي مع انماط تفكير سلبيه، وتفضل تحاول عشان هي مش عايزه تواجه الحقيقه. طب ايه العلامات اللي بتبين ان الست دي فعلا اتدمرت نفسيا؟ هقولك، اول تم حاجه القضاء عليها يعني. اول حاجه ان هي مش بتشك دايما في قراراتها والذاكره بتاعتها وافكارها ومشاعرها. تبدا تقولك انا حاسه ان انا مش موجوده، مش عارفه ايه اللي بيسعدها، لان هي بتبدا يبقى هو احتياجاته وتوقعاته هي دي اللي هي بتفكر فيه. هي خلاص بقى مسحوله في الدايره دي، انا عملت ايه غلط، اصلح العلاقه ازاي، فهي بتبقى مش موجوده. واصعب حاجه بتوصل لها الواحده ان هي تفقد احقيتها في ان هي تحس بمشاعر معينه. يعني مثلا يجي جوزها يعمل حاجه، فالمفروض ان هي تغير، فتيجي تقولك تبقى عايزه دايما ايه، ري اشورنس لمشاعرها، يعني تبقى مش عارفه هو انا المفروض اغير ولا ما اغيرش، المفروض اغضب ولا ما اغضبش. فان الواحده تفقد ان هي مش عارفه هي تحس بايه اصلا، هي فقدت نفسها خلاص، فقدت الثقه في نفسها، وتلاقيها ما بتعرفش تفكر لا في مستقبلها ولا في قرار، ما تعرفش تاخد قرارات
بالنسبة لها هي مثلا مصيرية أو حاجة كده مم. بتعتمد عليه اعتماد كلي، فهي تبقى مش موجودة. دي أصعب حاجة ممكن توصلها الواحدة مع التكرار التلاعب النفسي ده معاها. عايزة أسألك سؤال، هو ممكن ست تبقى متلاعبة يعني؟ طبعا انا كنت في اول حلقه كنت عايزه اقول كده، احنا يعني عشان احنا بوجه رساله للستات اكتر، مم. بس لا ممكن كمان الرجاله بيتعرضوا لده طبعا سواء ست او راجل، بس مم. احنا عشان احنا ككوتشز وكده بنشوف اكتر الستات هم اللي بيجوا لنا فبنوجه رسالتنا ليهم، لكن لا طبعا في ستات متلاعبه ملهاش علاقه، في رجاله نرجسيين، في ستات نرجسيين، في يعني في كل حاجه طبعا. هي ليه يا هبة الست دي رغم ان هي بيتم بتتعرض لإيذاء نفسي بتفضل مكملة أصلا في العلاقة؟ لان هي جوه بقى الايذاء ده حصل لها ايه، هي فقدت ثقتها بنفسها، فقدت الامان بتاعها. هو الامان، هي اصلا بقت معتمده على حد تاني في افكارها ومشاعرها وقراراتها، فهي بتحس انها مش هتعرف تعيش من غيره. هو بيبقى برضو هي بتبقى عندها خوف كتير، يعني هو بيفضل يخوفها ويزرع فيها افكار من الخوف ان هي مش هتعرف تكمل حياتها من غيره، مش هتعرف تعيش من غيره. فتخيلي حد ما عندوش امان، فقد الثقه في نفسه، معتمده عليه اعتماد كلي، عندها اعتماد عاطفي كامل على الشخص المؤذي، فبتفضل في السايكل دي لان هي مش قادره تواجه المشاعر الالم والفقد، فبتهرب بقى بايه، بالكوبينج سكيلز اللي هي بتبقى اصلا طرق بتقعد تفكر فيها عشان ما تفكرش وما تواجهش المشاعر دي. ايه هي الكوبينج سكيلز اللي الست بتستخدمها، وايه الكوجنيتيف ديستورشنز الافكار والمقاسي اللي جوه دماغها؟ تحبي كلمينا الحواديت؟ اكتر. بحب الحواديت جدا. هحكي لك كلنا حدوته. بنحب الحواديت. في بنوته اسمها مريم. مريم كانت بنت جميله قوي، متعلمه حلو، شكلها حلو، بتلبس حلو، بتحب تلعب رياضه، كانت شاطره في كل حاجه. كان اي حد يشوف مريم كده من بره يقول عليها بنت قويه جدا. بس مريم كان عندها وجع من الطفوله. مامتها كانت دايما وهي صغيره مش بيعجبها العجب، اي حاجه مريم تعجبها لازم تعلق لها عليها وتنقد فيها. فمريم كانت دايما وهي صغيره بتحاول انها ترضي مامتها، فتفضل تعمل عشان تحس انها كفايه، بس عمرها ما حست انها كفايه. القصه دي كبرت مع مريم كبرت دخلت في علاقات كتير جدا فاشله، لحد ما قابلت راجل. الراجل ده كان شاطر في شغله، ناجح، بدأ يحسس مريم إن هي أحلى واحدة في الدنيا وإن هي كل حياته. كان منبهر بمريم، بشكلها، بلبسها، بتفاصيلها، بكلامها، بأفكارها. مريم كانت أول مرة تحس إنها كفاية وحست إنها في أمان معاه واتجوزته. بعد فترة بدون أي مقدمات بدأ يبعد عنها، يعني يتجنبها، ما يردش عليها، بدأت تحس بالإهمال. مريم ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل، اتلخبطت، هي كانت عايشة في زي حلم كده زي ما بيقولوا. فمريم بدأت تحاول تفكر ازاي تصلح العلاقة، وحست ان اكيد المشكلة من عندها. بس المشكلة ان كانت كل ما مريم تحاول تحل المشكلة كانت تحمل نفسها مسؤوليات اكبر والمشكلة مش بتتحل. كل ده عشان مريم عايزة ايه، ترجع للمرحلة الاولانية اللي هي كانت حاسة فيها انها كفاية ومحبوبة ومتشافة ومتقدرة. مريم فضلت تحاول وتحاول وتحاول، بس كده ما كانتش بترجع تاني للأول، لحد ما مريم فاقت وطلعت من العلاقة دي واتطلقت. مريم لما قعدت تفكر واشتغلت على نفسها عرفت هي ليه كانت في السايكل دي. مريم قعدت في السايكل دي 10 سنين، قعدت 10 سنين بتحاول وتحاول وتحاول بس ما وصلتش لحاجة. لما طلعت مريم اكتشفت ان هي ما كانتش عايزة تشوف او تحس بالفقد والرفض اللي هو كان محسسه لها فترة الإهمال. فكانت بتحاول تسحل نفسها في الشغل قوي، بدأت ما تهتمش بنفسها، سابت الرياضة بتاعتها، بعدت عن صحابها، أكلها ما بقاش زي زمان صحي، بقت متلخبطة، شوية تاكل شوية ما تاكلش. مريم كان عندها خوف، كانت دايما خايفة إنها ما تتشافش بالصورة اللي هي كانت عايزة تتشاف بيها دايما، اللي كانت في مرحلة الحب الأولانية. مريم بدأت تشتغل على نفسها عشان تقدر ترجع لنفسها. لما اشتغلت على نفسها كانت دايما تقول أنا ما كنتش موجودة، هو أنا إزاي كنت بقبل. ازاي اشتغلت؟ ايه المهارات اللي اكتسبتها او اتعلمتها؟ حاجتين مهمين قوي في المهارات. أول حاجة هي الوعي الذاتي والنفسي، إن مريم ترجع تبقى عارفة نفسها ويبقى عندها وعي بنفسها، بأفكارها، بمشاعرها، تبدأ كده تشوف إيه أنماط التفكير السلبية وتكتشفها وتتعلم إزاي تغيرها. وعي ذاتي ونفسي، وتشوف الأنماط التفكير السلبية وتغيرها.
دي المهارات الأساسية اللي أي واحدة المفروض تشتغل عليها عشان ترجع لنفسها فعلا. كلميني بقى عن شغلك ودورك انتي لو واحدة كانت تعرضت لتلاعب نفسي او كانت في علاقة وخرجت منها، بتشتغلي معاها ازاي؟ ويا ريت تاخدينا بالتفاصيل بقى. طيب بصي، أولا بتفرق جدا الكلاينت دي، هل هي لسه جوه العلاقة المؤذية دي؟ يعني هل مثلا بنت عايشة مع أب وأم مؤذيين، هي واحدة متجوزة واحد متلاعب، ولا هي واحدة طلعت من العلاقة خلاص تمام؟ طبعا الدنيا بتبقى أسهل، دايما بنقول التعافي ما بيحصلش في نفس البيئة المؤذية، فبيبقى أحسن أو أسهل لو حد خلاص طلع اوريدي من العلاقة دي. طيب بنشتغل على إيه بقى؟ على 4 حاجات. أول حاجة هي الأمان الداخلي، إن هي ترجع يبقى الأمان بتاعها نفسها. اللي بتعدي بعلاقة مؤذية هي بتبقى مش موجودة، ما عندهاش أصلا استقلالية ذاتية، وبتعتمد على البارتنر التاني اعتماد عاطفي كلي في كل حاجة. فبنرجع الأمان بتاعها يبقى من جواها هي. يعني معناها إن أنا مش لازم أكون في علاقة أو مش لازم يكون عندي بارتنر عشان أحس بالأمان، مش لازم قبول الآخرين إن هو ده اللي بيحسسني بالأمان. ده بيحصل إزاي؟ إن هي ترجع تثق في أفكارها ومشاعرها، إنها ليها الحق تحس أي حاجة في الدنيا واختياراتها تاني في الحياة. بس ده ازاي هيحصل لو مع مامتها وباباها؟ بصي، أول حاجة خالص بنشتغل على الأمان الداخلي. الأمان الداخلي ليها إن هي ترجع. هي لما أي واحدة بتطلع من علاقة مؤذية إيه اللي بيحصل؟ هي أصلا بتبقى فاقدة الثقة في نفسها وفي أفكارها ومشاعرها، فلازم ترجع تاني تثق في أفكارها وتعرف تعمل identification للمشاعر بتاعتها، إن هي حاسة بإيه، وتقدر تربطها بالأفكار بتاعتها. يعني إحنا ما يكون عندنا أفكار نيجاتيف فمشاعرنا هتبقى وحشة، فتصرفاتنا واختياراتنا تبقى غلط، فالنتيجة في حياتنا هتبقى وحشة. فهي سايكل كده بنشتغل عليها، أفكاري إيه، مشاعري إيه، أنا بعمل إيه، واختياراتي إيه، فعشان فعلا أحسن حياتي. أول ما هتثق في اختياراتها من تاني أكيد هتبدأ تحس بنفسها تاني. بلس إن هي ما تعتمدش على قبول الآخرين عشان هي تكون حاسة بأمان، أو إن هي لازم تكون في علاقة أو تكون مرتبطة أو متجوزة عشان هي يبقى عندها الأمان. لا، الأمان منها هي، من نفسها هي. لو العلاقة المؤذية دي من الأم أو الأب، يعني شخص هي عايشة معاه، مش زوج بقى هتنفصل عنه أو علاقة هتنتهي، تعمل إيه؟ طبعا هو بيبقى أصعب وهم عايشين مع الأم والأب، بس هي إحنا بنفضل نشتغل معاها هي إن رأيها عن نفسها، عارفة السيلف توك، هي بتقول لنفسها إيه. ما هو أفكارك والتربية بتأثر إن أنتي بتقعدي تقولي لنفسك كلام وحش فبتصدقيه. فنبدأ بقى نشتغل على الصوت الداخلي بتاعها، هي بتقول لنفسها إيه، هي شايفة نفسها إزاي، ونبدأ نخليها تخش في تجارب وتعامل وتتعامل مع الناس، عشان بالخبرات وبالتجارب وبالتعامل بتبدأ تتعلم إنها تشوف نفسها في عيون الناس الكويسة بتبقى عاملة إزاي، فتقدر تثق في نفسها تاني وفي اختياراتها وفي أفكارها وفي مشاعرها. انتي قلتي إنه في 4 طرق أو 4 points يعني بنشتغل عليهم في الكوتشنج. ايه بالزبط. تاني غير الانترنال بعد سيفتي؟ الأمان الداخلي بنشتغل على الامباورمنت، إن احنا بقى نقوي الاستقلالية الذاتية بتاعتها. ده بنعمله ازاي؟ بصي انت عارفه انا بحب يعني I believe in education قوي، بحب القرايه وبحب اخد كورسات وبحب اتعلم. فكمان اي واحده عايزه نعمل لها empowerment هي لازم تبدا تتعلم، تعرف يعني ايه علاقه صحيه وايه الفرق بين العلاقات الصحيه وبيحصل فيها ايه وايه العلاقات المؤذيه، تتعلم عن نفسها وافكارها ومشاعرها، تتعلم ايه الريد فلاج. زي ما بنقول كده في اول العلاقه احنا بناخد 3 شهور استكشاف، مفيش حاجه اسمها انا كوماتد دايما اقول كده من الاول، لا، بنستكشف الشخص عشان لما الاقي الريد فلاجز اعرف امتى ابعد وامتى اكمل. أوكي. لازم تعرف يعني ايه باوندرز وحدود. اكتر حاجه مهمه في الدنيا جوه العلاقات هي الحدود الصحيه بتاعتك، تفهمي ايه حدودك وازاي تفعليها. دي فعلا اللي بتحمي البني ادمين ان ما يحصلش تلاعب عليهم. طبعا السيلف توك، انا بكلم نفسي ازاي وافكاري عن نفسي ازاي وشايفه نفسي ازاي. طول ما انا بقول لنفسي انا وحشه، انا فاشله، انا مش هعرف اعيش لوحدي، كل ما انا بكلم نفسي وحش مخي بيصدق وبيعطلني فعلا في الحياه عن اي حاجه كويسه. رابع حاجة بقى بنقول عليها الاوثنتيسيتي، ان انا اعيش بالترو سيلف بتاعتي. دي بتحصل واللي دايما بشجع عليها انها بتحصل من خلال علاقات حقيقية. يعني في ناس عاشوا طول عمرهم
في علاقات لا متشافين ولا متقدرين. لما بيبدأوا يتعرفوا على ناس حقيقيين فعلا في مشاعرهم وأفكارهم، بنتعلم منهم إزاي نعبر عن مشاعرنا وإزاي نحط حدود وإزاي نتعامل. فإن البني آدم يكون عنده تجارب وعلاقات مع ناس كويسة فعلا، بتبدأ بقى دي تعمل لها empowerment، تشوف نفسها من خلال ناس تانية هي عاملة إزاي، تبدأ تثق في نفسها وترجع بقى إيه استقلاليتها الذاتية، تبقى هي نفسها. لأن دايما بيقولك فرق مهم قوي بين العلاقات الصحية والعلاقات المؤذية، إن أنت تقدري تدخلي العلاقة وبس تفضلي نفسك، يفضل عندك يعني ما تدوبيش وتتسحلي جوه العلاقة وتبقي أنت مش موجودة. لازم تدخلي العلاقات بس تفضلي استقلاليتك بنفسك، أنت كشخص تبقي موجودة. يعني أصعب حاجة سمعتها من كلاينت كانت طلعت من علاقة مؤذية أول ما فائت بعد ما اشتغلنا فترة طويلة، قالت لي عارفة يا هبة، أنا عاملة زي اللي كنت في أوضة ضلمة مقفولة عليا، خايفة من الضلمة وخايفة أطلع منها. فتخيلي إحساسها بقى بعد ما تعافت وطلعت وبدأت تشوف نفسها وبدأت تفهم أفكارها ومشاعرها وفهمت اللي بيحصل معاها إيه، هي ما بقتش خايفة، هي طلعت. تالت حاجة بقى استراتيجي بنستخدمها اسمها clearing the fog. F for fear, O obligation, G for guilt. هي إن إحنا لازم نشتغل على الخوف، نشوف ايه مصادر الخوف عندها، هي ليه خايفة تواجه المشاعر وخايفة تطلع من العلاقة وخايفة تبقى نفسها وخايفة تثق من نفسها. هل هي خايفة تاخد قرارات غلط؟ هل هي خايفة من الفقد، من الرفض؟ whatever بقى الخوف بنشوف هو من ايه ونشتغل عليه، الروتس بتاعته بالظبط كده. تاني حاجة obligation، وبمعنى ان احنا في ناس ماشيين كده في الحياة عارفة زي مجبرين او مقهورين بسيناريوهات هم مش فاهمينها من اللاوعي بقى. فساعات هي بيبقى عندها حاجات هي ماشية عليها باللاوعي بتاعها وهي مش فاهماها، معتقدات غلط، حاجات سمعتها، نصايح غلط، تربية غلط، مجتمع، ايا كان بقى مصادره ايه بنشوف ده ايه. تالت حاجة هي الجلد، الإحساس بالذنب، وده أوحش حاجة في الدنيا. إن إحنا بنبدأ نعلمها إزاي تفرق الضمير بتاعها ده. في ضمير بنسميه ضمير مشوه، اللي هو جاي من معتقدات غلط فدايما بيحسسك بالذنب على حاجات انت ما عملتيهاش، ولا هو ضمير صحي عادي اللي هو انت عملتي حاجة غلط فانت ندمانة عليها. لازم تفهم الفرق عشان ما ينفعش نعيش طول الوقت بتأنيب ضمير. لأن لو في خوف ومجبورة ومقهورة بمعتقدات غلط وعندك تأنيب ضمير، عمرك ما هتعرفي تبقي نفسك، وعمرك ما هتعرفي تثقي في نفسك وتاخدي قرارات كويسة لحياتك بعد كده. رابع حاجة هي الفاليوز، القيم. دي بقى حاجة بنشتغل معها الكلاينت مهمة جدا، هي ما كانتش موجودة، بنخليها موجودة ازاي؟ تبدأ تشتغل على القيم بتاعتها. يعني ايه whatever القيمة بتاعتها ايه، هي بتحب النجاح، الاتشيفمنت، الحرية، السعادة، ايا كان ايه الفاليو، بنمسك فاليو ونشتغل معاها. هي شايفاها ازاي، بتفكر فيها ازاي، بتحس والقيم ايه. هتبقى اتغيرت بعد التجربة دي أكيد، يعني هي قبل التجربة هي بتبقى مش موجودة، هي ممكن تقولي لها انتي حاسة بايه مش عارفة، قيمك ايه مش عارفة، هي اصلا اتمحت. فعشان نرجع بقى ازاي نرجعها. بتتعاملي مع مش عارفة ده؟ اكيد ما هو بتسمعيها كتير قوي. بالظبط، ما هو احنا بقى بالمواقف وبالخبرات وبهومورك وبالكتابة، يعني تقعدي انت بقى بتدي بقى يعني زي هومورك للكلاينت تقعد تعملها عشان هي ترجع تكونكت مع نفسها تاني، تعرف ايه مهم بالنسبة لها. ممكن تديها حاجات تقراها، حاجات تشتغل عليها. كل قيمة نشوف هي بالنسبة لها مهمة ازاي، بتفكر فيها ازاي، بتحسي بيها ازاي. طب لما تديها تاسك صغير مثلا، واحدة مثلا بتخاف مثلا تكلم حد ما تعرفوش، فتقولي لها لا عادي، انتي مثلا داخله اسانسير سلمي عليه، سلمي على الناس مثلا، قولي صباح الخير. فدي بالنسبه لها تبقى حاجه كبيره قوي، بس ممكن لما تعملها تحس بانجاز وانها عملت حاجه. يعني ممكن تكون حاجات بسيطه جدا، ان هي تحط مثلا لنفسها انا كل يوم هنزل اتمشى 10 دقايق، وتنزل وتتمشى فتحس بإنجاز. whatever الفاليو بنحققها ازاي، ممكن تكون من حاجات يعني حاجة بسيطة تعملها خلال الأسبوع بتاعها، بس إنها تحس بالقيمة دي. أهمية بقى القيم في حياتنا إيه؟ إن أنا بقى عندي قيم أنا مؤمنة بيها ومصدقة بيها وعايشة بيها، فبقدر أرفض أو أقبل أشخاص أو بني أدمين أو نقاشات أو تجارب أو حياة. أنا عندي البوصلة بتاعتي اللي أنا ماشية بيها وعلى أساسها بختار، وساعتها بكون واثقة في اختياراتي، لأن أنا عارفة إن ده المهم. يعني دايما في حتة مثلا example نقوله في الفاليوز ليه هي مهمة. ممكن واحدة يكون مثلا عندها شغلها مهم جدا وعندها ولادها مهمين جدا، يجي في وقت عندك مثلا ابنك عيان وعندك شغل، هتعملي إيه؟ هتسيبي ابنك العيان ولا هتروحي الشغل؟ مفيش حاجة اسمها حاجة غلط وحاجة صح. ممكن واحدة تكون عندها الفاليو بتاعة العمل والإنجاز كبيرة جدا
والبيت هي ممكن تخلي مثلا مامتها تقعد مع الولد. فلو هي عارفه ان قيمه العمل بالنسبه لها قبل الفاميلي، هي ساعتها هتختار تروح الشغل، وممكن هتلاقي ضميرها مش هيأنبها وهتتصرف. هي هتسيب حد مثلا زي مامتها ياخد بالها من الولد. ممكن واحده تانية لا، الفاليو بتاعت الفاميلي والتربيه والولاد وكوني ام دي اهم حاجه عندي في الدنيا. فهتلاقيها في موقف زي ده لو هي عارفة الفاليوز بتاعتها وأولوياتها إيه، هتكون بسهولة مش هتروح الشغل وهتختار إنها تقعد مثلا مع ابنها أو مع بنتها. فالفاليوز بتساعدني إن أنا أخد قرارات أبقى أنا راضية ومرتاحة وما عنديش إحساس بتأنيب الضمير، ولا أبقى خايفة وأنا ماشية في الحياة، لأن مفيش غلط ومفيش صح. إحنا بنتعلم من التجارب، والتجارب هي اللي بتوصلنا لنفسنا الحقيقية إيه، إحنا عايزين إيه، ونعرف نعمل إيه، وإزاي نثق في نفسنا. بس اكيد في ناس بيجولك بيبقوا بيقاوموا او في هاي ريزيستنس، فبتعملي معاهم ايه؟ بصي طبعا اولا البني ادم ما بيتغيرش غير لو هو عايز يتغير. بس لما يجيلك حد معناها ان هي فعلا عايزه تتغير وعايزه تشتغل على نفسها. ودايما بنقول بقى ما الاستراتيجي اللي بتمشي مع حد ما بتمشيش مع حد تاني. او يعني احنا عندنا في الحاجات اللي احنا درسينها في الكوتشنج والعلاج النفسي، انت عندك كذا طريقه بتشوفي ايه الافكتيف مع الكلاينت ده وتشتغلي بيه. في ناس لوجيك اكتر وتحب تتعامل تكلميها في الافكار وازاي تغيرها. في ناس ممكن تكون افكت معاه اكتر ان انت حته المشاعر نبدا بيها. ناس تانية بتبداي معاهم من موضوع الطفوله واللاوعي والمعتقدات. في ناس تانية يجوا بان انت بالعكس بتعلميهم واديوكيشن. في كل حد بيبقى ليه طريقه وزي ما بنقول كده يعني واي ان احنا نشتغل معاها ايه الافكتيف والمناسب ليها انها تشتغل بيه عشان هي تتغير وتكون الجورني حلوه. يعني هو البني ادم هو بيتغير، دي مش حاجه سهله، رحله صعبه قوي. لما تكوني طالعه من علاقات مؤذيه وعايزه تتغيري وترجعي لنفسك، انت كل ستيب بتاخديها صعبه، وساعات بترجعي خطوات لورا وتمشي تاني لقدام. الرحله صعبه، بس لو هي عايزه تتغير وبتشوف حاجات حلوه في طول الطريق بتبقى ممتعه في نفس الوقت. عارفه ممكن تيجي كلاينت مثلا تحكي لك موقف بسيط قوي وتكون فخوره بنفسها جدا ومبسوطه. اول ما بتبدا تحس بده بتبدأ بقى تبقى عايزة أكتر، وتروح إن هي تبقى عايزة تروح لحتة تكون هي مرتاحة فيها ومبسوطة، وتقدر بقى ترجع لنفسها وتنجز وتثق في نفسها من تاني. خليني أقولك يا هبة إن بجد في نقط كتير اتكلمتي عنها في الحلقة يعني لمستني بشكل كبير جدا. قصة مريم يعني ملهمة، وأعتقد إن هي هتأثر في ناس كتير جدا، لأنها بتحكي عنهم، بتحكي عن أجزاء مختلفة ممكن يبقى كتير عاشوها. تاني حاجة النقط بتاعت الانترنال سيفتي والامباورمنت والفور اسبكتس اللي بنجو ثرو them في الكوتشنج، بجد انتي قلتيهم بطريقة سهلة وفي نفس الوقت تبقى مفهومة وجديدة. يعني كتير بنسمع عن setting boundaries مثلا، بس فعلا انتي اتكلمتي عن أهميتها وكمان شرحتيهم باستفاضة. كمان التلاعب النفسي، يعني فعلا انتي لما جينا نختار التوبيك قلتي لي احنا بصي هنتكلم في جزء معين وندخل فيه ندخل. فبجد بحييكي جدا على اختيارك للتوبيك، على شياكتك، على كل حاجة، على اسلوبك. ونتمنى ان حلقة هدبسك بقى، حلقة الجاية نتكلم عن النرجسية باستفاضة اكتر. اكيد انا مستعدة. خلاص يعني معاكي ده ان شاء اكيد. الله. اكيد معاكي تاني. وعايزين اي حد يسمع الابيسود ويتفرج عليها يقول لنا ايه اكتر حاجة لمست معاه. ولو تعرفوا حد بيعاني او في علاقة مؤذية بليز ابعتوا له الحلقة دي. ونشوفكم في حلقة جديدة من سيف مايند بودكاست.